أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج إحسان. يتواصل عمل الخير الذي يقوم به شباب وشابات في إطار مجموعات وجمعيات خيرية بهدف مساعدة الفقراء والمحتاجين في هذا الشهر الفضيل. ومن بين الأعمال الخيرية التي يحرص هؤلاء المتطوعون على القيام بها هي إطعام عابري السبيل والمعوزين في مطاعم الرحمة، وهو النشاط الذي عكفت عليه جمعية جزائر الخير منذ بداية شهر الصيام. نتابع هذا التقرير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. بهذا الحديث افتتحت جمعية جزائر الخير مشروع مطاعم الخير التي تستقبل طيلة شهر رمضان الفضيل عابري السبيل والفقراء الذين يتوافدون على مقر الجمعية للإفطار. في رمضان منذ اليوم الأول انطلقت مشاريعنا، وخاصة المشروع الأول مطاعم الخير عبر الوطن. أكثر من 100 مطعم انطلقت. نحن هنا في المقر المركزي فيه مطعم مركزي يعني من 200 إلى 300 وجبة يوميا تقدم للمطعم هذا وبعض الفروع تابعة له. على مستوى العاصمة كل عندنا 6 مطاعم، سواء في رغاية أو في الشراقة أو في درارية أو في الزوار وغيرها. نحرص على أن نقدم للناس وجبة تليق بهم. نحاول أن نستوعب عدد العمال الوافدين إلى الجزائر العاصمة والذين بسبب العمل يبقون هنا ولا يجدون من يساعدهم على الإفطار. نحاول أن نقدم لهم وجبة لائقة، نحافظ على كرامتهم. نحاول أن يكون الشباب المتطوع يقدم خدمة في موعدها ولائقة إلى آخره. نعطي فرصة للمساهمين كي يساهموا، لأن فرصة لجلب الحسنات وفرصة للتضامن مع إخوانهم والتكافل. صوم وإحسان للغير شعار رفعه أعضاء جمعية جزائر الخير الذين ضاعفوا مجهوداتهم من أجل التحضير اليومي لمائدة إفطار عابري السبيل. يوم جيت والتقينا، يوم جيت والتقينا، تجمعنا على خير وبسمانا رفرف الطير، وبسمانا رفرف الطير. مرت أيام وسنين بشوقها ومر الحنين، بشوقها ومر الحنين. التحضير لمائدة الإفطار يبدأ صباحاً، حيث يقوم المتطوعون من أعضاء الجمعية بإعداد الوجبات لتكون مائدة الإفطار جاهزة، وكذا من أجل أن يكون الطعام المقدم لعابري السبيل والفقراء في المستوى، كي لا تختلف موائد مطاعم الخير عن غيرها من موائد الإفطار في البيوت الجزائرية. ما غركم جور الزمان، لا ولا بعد المكان، الوفا منكم تأصل، ما نسيت وما نسينا، ما نسينا. ما غركم جور الزمان، لا ولا بعد المكان، الوفا منكم تأصل، ما نسيت وما نسينا. تجمعنا على خير وبسمانا رفرف الطير، وبسمانا رفرف الطير. تجمعنا رفرف الطير، وبسمانا رفرف الطير. رفرف الطير، وبسمانا رفرف الطير. مرت أيام وسنين بشوقها ومر الحنين، بشوقها ومر الحنين. وانتو باقي في وفاكم، ما تغيرتوا علينا، ما تغيرتوا علينا، ما تغيرتوا علينا. المطعم المركزي الكائن بمقر جمعية جزائر الخير يقدم من 200 إلى 300 وجبة يوميا لعابري السبيل من عمال أو فقراء، كما تتوفر الجمعية على 6 مطاعم بالعاصمة وأخرى تتوزع عبر ولاية الوطن. يوم جيت والتقينا، يوم جيت والتقينا، ظنيت انكم نسيتوا ولا بالدنيا التهيتوا، بس انا
مشاريع جمعية جزائر الخير هي مشاريع يهدف من خلالها أعضاء الجمعية إلى تنمية ثقافة الخير والإحسان خلال الشهر الفضيل، كما تعد فضاء للتطوع وفرصة لمساعدة المحتاجين وإسعاد الفقراء. بالنسبة لمشاريع رمضان عندنا 10 مشاريع. عندنا مطاعم الخير، عندنا الوجبات عبر الطرقات، عندنا موائد الأيتام التي نقيمها في معظم الولايات، عندنا أيضا مشاريع تربوية ثقافية جائزة بلال لأحسن أذان، عندنا الأمسيات القرآنية للرجال في بعض أمسية الرجال وبعض أمسية النساء يتنافس فيها القراء والذين لديهم إجازات. أيضا عندنا المسابقات التربوية عبر جميع الولايات والبلديات، مسابقات تربوية لشبابنا حتى لا يكون رمضان فراغ بالنسبة لهم، وإنما يكون شهر عطاء، حينما يصومون يتفكرون يجتهدون يناقشون يستعيدون معلوماتهم إلى غير ذلك، البحث. أيضا عندنا من المشاريع تكريم الأسر القرآنية. هذا المشروع جمعية جزائر الخير على غير بعض المشاريع الاجتماعية تميزنا به وأردنا أن يكون فيه فرصة لتشجيع الأسر القرآنية. هذه جملة من المشاريع، حوالي 10 مشاريع يعني نقوم بها عبر مختلف الولايات، في تمراست، في عنابة، في سوق هراس، في بجاية، في وهران، في تلمسان، في غير ذلك، في ولايات عديدة. وفي العاصمة هنا أيضا الأمر نفسه. الحمد لله نلاحظ إقبال المتطوعين، الشباب يعني يتطوعون قبل المغرب تطوع الليج، يتطوعون يعني في أوقات المغرب توزيع أو في القفة أو غير ذلك. عندنا فوج نساء الخير يقومون بأدوار طيبة جدا، يزورون المرضى في المستشفيات ودور الطفولة، يقومون بالتحري بالنسبة للفقراء، لأنه عندنا ملف قفة المشروع قفة الفقير. قبل ساعة من أذان المغرب يبدأ أعضاء الجمعية بالتحضير لموائد الخير، حيث يعمل المتطوعون من أجل أعداد موائد تليق بالجميع وتمنح لهم جوا من الراحة، ويسعى الأعضاء إلى تلبية جميع احتياجات الصائمين. ودعا إلى كسر الجمود، ألغى عن الفكر القيود، ودعا إلى كسر الجمود، الأمر بالشورى يسود، والرأي يسمع باحترام، والرأي يسمع باحترام. مع الانتهاء من الإفطار تكون مهمة الأعضاء المكلفين بمطاعم الخير قد تمت، ليعود هؤلاء من جديد من أجل تنظيف المكان تحضيراً لليوم الموالي. النشاط من بداية رمضان إن شاء الله نبدأ دائما الصباح في التحضيرات في الكوزينة، نبدأ نوجدوا في الفطور، العشية يجوا الفوج تاع المتطوعين نبدأ نسربوا، وراكم كما شفتوا الحالة. الإقبال كاين دائما، لكن في نهاية الأسبوع شوية تخف شوية علينا الضغط. عندنا ميني كل يوم طبق، نختار طبق كل يوم طبق. نعم، شوربة فريك دائما، هذه دائما في الطبق الرئيسي، لكن الطبق الثاني دائما يختلف. تستمر مطاعم الخير التي تشرف عليها جمعية جزائر الخير طيلة أيام شهر رمضان الكريم، إضافة إلى نشاطات خيرية عديدة ومتنوعة تسعى من خلالها الجمعية إلى إسعاد كل محتاج وكسب الأجر والثواب. كانت هذه جمعية جزائر الخير التي يتجند أعضاؤها طيلة أيام شهر رمضان الكريم من أجل إطعام عابري السبيل والمحتاجين. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في عدد آخر مع إحسان جديد. صحفتكم وإلى اللقاء. فينا خير فينا خير.